ستريت بروفيتس راح يدخل على دفعه كثير منيحه. سانتوس اسكوبار بوضح ليش ضرب ريمستيريو او ليش غدر بريمستيريو، واحداث كثير ناريه صارت في هذا سماك داون. وبدون ما اطول عليكم المقدمه، ويلكم تو فرايدي نايت سماك داون. Hell yeah! Acknowledge me! Welcome to the season premiere! طبعا يا جماعه الخير بنبدا بالمباراه الاولى اللي هي كانت بين فريق ستريت بروفيتس وفريق تاع شيمس والفريق بدناش نحكي عنهم شيء، خليهم عجنه. المهم بلشت المباراه، كانت المباراه حماسيه وحلوه وكان فيها حركات وصار فيها شويه دراما من ناحيه الفريق تاع شيمس. كانت مباراه جدا حلوه. هاي دفعه ترى لستريت بروفيتس انه ممكن ياخذوا القاب من جادجمنت داي، لانه هسه هيك صاروا رقم واحد على القاب التاج تيم. ما بتمنى انه يفوزوا فيها، بس انا بحكي انه غالبا وشكله انه ممكن يفوزوا فيها وياخذوا القاب، لانه قبل فتره كانوا يحكوا حناخذ الالقاب وحنلم زي ما عملوا البلاد لاين بوقت ذروه البلاد لاين. قيم المباراه 8 من 10. طبعا بعدين يا جماعه الخير دخل لك سانتوس اسكوبار وانسا وبدله. انا مش عارف هذا العرض صار كودي رودز كثير يدخلوا فيه. المهم دخل وبلش يحكي كالتالي: حماد وصبيح على اي حد صغير لعد قبل الباص معك. انا زيكم اي حد صغير بيعرف، وبالنسبه لي مش البطل تبعه. وضل يحكي زي هيك كلام. بعدين بلش دخل على الخط الاحمر، صار يحكي دومينيك ميستيريو وحركه كل شيء كان او كل شيء كان يحكي عنه صحيح، وانت خالد وانت مش عارف ايش. في الاخير انا وياك كنا اصحاب، وانت بتديني على واحد دخيل وانت بتجيب كارليتو. اقول لك شوي، انا اسف لاني ما ابرحت الضرب اكثر، اسف لاني ما كسرت لك العظام اكثر. طبعا هو بلش تدخل عليه حبيبته، ضربته كف، دخل عليه اصحابه عليه، طحنهم طحن، ضرب واحد واجا واحد ثاني اجا بده يركب عليه زي الحصان، خلوا كارليتو طبعا حمل حاله وطلع. هون جد ما حدش فاهم اذا القصه جد رح تكون انه بس عشان انه بيغار ومش بغار. ترى هاي مصيبه يعني. حتى المعلق هيك بقول له اذا جد ما العرضك اذا فهمنا شو في. ان شاء الله بعرض سماك داون الجاي بنفهم ما العرض سانتوس اسكوبار. طبعا تقييم الفقره 9 من 10. طبعا في بعدين مباراتين، مباراه شو وعبد الشو مع واحد بعرفش مين هو صراحه، بس انه يعني ما فيش داعي نحكي عنها، مش مستاهله. وبعدين في مباراه دراجون لي مع الاكسوميوم اسمه. صراحه كمان هاي المباراه هم بس بدهم يرفعوا دراجون لي عشان داخل على الروستر جديد، فبدهم يفوزوا. فهاي الشغلات مش ضروري نحكي عنها لانها حشو بحشو، مش اشي مهم، مو قصه، مو ستوري لاين، هيك اضراط على البلاط. طبعا هون يا جماعه الخير دخل بول هيمن، وصراحه حكى كثير يعني، وتعبت صراحه العمل بتاعت سانتوس اسكوبار، فمش هرجع اعملها. بس انه قاعد يفخم في سولو سكوا انه هو اللي هزم جون سينا بكم سبايك مش عارف قديش، وانه جون سينا خسر صوته مش قادر يجي يحكي لكم مع السلامه، وجون سينا هسه مش حيرجع يطلع على الساحه ومن هذا الحكي يعني. بعدين لعب مباراة ال نايت وجيمي اوس. طبعا قبل المباراة دخل ال نايت وكان يحكي ويهدد، وزي السماك داون الماضي لما صار يحكي انه انا اللي حخلص على بلاد لاين، انا اللي حبدا قصة جديدة، انا ومن هذا الحكي، مع انه صدقوني مش حيعمل شيء. المهم دخل وصار يحكي عن البلاد لاين وانه بيهدد فيهم انه انا قريبا حنهيهم، ويعني ظل يحكي نفس الحكي اللي قاله المرة الماضية. بعدين بلشت المباراة. طبعا المباراة كانت جدا حلوة، كان فيها تناغم هم الاثنين، كذا مرة صاروا يلعبون مع بعض فصار في تناغم من حركاتهم. آخر المباراة طبعا زي ما الكل بيعرف النتيجة ال نايت حيفوز. وهو بيحتفل قام جيمي اوسو دفشه لبرا، وكان سولو سكو واقف برا، مسكوا اعطاه سبايك وبلشوا يطحنوا فيه ما خلوش فيه ما خلوش يتنفس. واشتغلت موسيقى اشتغلت موسيقى كودي رودز. طبعا تعرفوا رجل الأعمال والباشا كودي لازم يجي عندي على سماك داون. ماجد يا حبيبي امسك اصحابك، امسك جماعتك يا اخي، والله ما انا ناقصني فلت لي يا زلمه من الرو، يا زلمه امسكوا يا زلمه. المهم دخل ويعني اكيد شو بده يعمل، فات يساعد ال نايت وساعد وكبس الدنيا وسوبرمان وخلص يا عمي وحمل حاله طلع. هذا كان هو عرض سماك داون. اسف على انفعالي اخر اشي، بس ترى انا ما كودي رودز ما بطيق شخصيته ومش ناقصني هسه يضل يجيني على سماك داون يقزز امي. المهم هذا كان هو عرض سماك داون، اتمنى يكون عجبكم. اللي ما شاف فيديو مجد تاع عرض الرو ترى كثير حلو، روحوا احضروه. وان شاء الله انه حرب المشاهدات بتولع بيننا، وان شاء الله انه هينا بننافس بعض، وان شاء الله انه اهم شيء انه احنا نسعدكم. هذا كان هو الفيديو اليوم. اذا ما كنت مشترك اشترك،
تأكد انك مفعل الجرس، وحط لايك وانشر المقطع اذا عجبك المقطع، وبس. يعطيكم الف عافية، وازيرونا نؤازركم، ادعمونا ندعمكم. مع السلامة. I don't know what you